بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في صفقة جديدة ورابع صفقات الشتوية، الأهلي بيضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف بعد خالد عبد الفتاح لاعب سموحة، ومروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد الضوي كريستو لاعب النجم الساحلي. الأهلي بيضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف لمدة 4 مواسم ونصف لتدعيم صفوفه. قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان هنقولك على شوية كواليس عنب كده قالهم مدير عام نادي وفاق سطيف في طريقة التعاقد والتفاوض ما بين الأهلي ونادي تاني في مصر وأندية تاني في مصر ونادي الزمالك وبيراميدز مع وفاق سطيف. هتوضح لك إن الفرق بين الأهلي وأي نادي تاني في مصر أو أي نادي تاني عربي سنين ضوئية. نبدأ بالكلام عن أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف. أحمد قندوسي بيلعب في 4 أماكن في الملعب، بيلعب في مركز 6 ومركز 8 ومركز 10 وممكن يلعب كمان جناح. أميز مكان لأحمد قندوسي هو مركز 8، لعب 33 ماتش، أحرز 8 أهداف وصنع 7. وفي مركز 6 لعب 25 ماتش، أحرز 6 أهداف وصنع 4. مركز 10 لعب 23 ماتش، أحرز هدف وصنع 5. مركز الجناح لعب 26 ماتش، أحرز 7 أهداف وصنع هدف واحد. أحمد قندوسي إن شاء الله نتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي، كل أرقامه مميزة في كل الأماكن، وإن كان أميزهم كتسجيل الأهداف هو مركز 8 ومركز الجناح. إن شاء الله أحمد قندوسي يكون إضافة قوية للنادي الأهلي ويوصل مع النادي الأهلي للعالمية، وممكن بنسبة كبيرة أو الله أعلم ممكن يشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب. هو يوم أو يومين بالكتير، بكرة أو بعده إن شاء الله هيوصل للمغرب ويلحق ببعثة النادي الأهلي في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية. ابراهيم العرباوي مدير عام نادي وفاق سطيف قال شويه كواليس عنب زي ما قلت لك في الاول ان هي بتوضح الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني في مصر. قال ان احمد قندوسي ما كانش مفاوضات بس مع النادي الاهلي، كان في مفاوضات مع نادي اوكراني، مفاوضات من نادي فرنسي، مفاوضات من نادي اسطنبول في تركيا، مفاوضات من نادي الزمالك، ودخل في الاخر نادي بيراميدز من مصر، وفي مفاوضات من مولودية الجزائر في الجزائر. بالنسبه لمفاوضات الزمالك، السيد ابراهيم العرباوي مدير عام نادي وفاق سطيف قال ان الكلام كله كان من سمسار سوري. سمسار سوري من 15 يوم بيحاول يكلم رئيس النادي، رئيس النادي قال له، رئيس النادي وفاق سطيف قال له انا ما اكلمش سمسار، انا اتعامل مع رئيس نادي مباشر. وهو المدير السيد ابراهيم العرباوي قال ان السمسار ده كلمه 5 مرات خلال ال 15 يوم اللي فاتوا. في ال 15 يوم ال5 مرات ده بيقول ان هو كان كل كلامه عن العموله بتاعته، ان هو عايز ياخد عموله، وقال ان مفاوضات الزمالك كان كلها مراوغات، مفيش لا مفاوضات صريحه مع اللاعب ولا مع النادي. وقال ان السمسار السوري كان عايز ياخد نسبه 15% من عقد اللاعب. طبعا دي، وهو قال ان انا لنا ولا انت ولا اي حد يقدر ياخد فلوس من النادي، لان الفلوس بتدخل على حساب النادي مباشره. بالنسبة بقى لمفاوضات الأهلي، قال إن مفاوضات الأهلي كانت مفاوضات ترقية، مفاوضات عالية، مفاوضات محترفة، إن النادي الأهلي نادي محترف. الكلام المفاوضات والكلام في النادي الأهلي كان بينه رئيس نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ورئيس نادي وفاق سطيف مباشرة. قال إن النادي الأهلي بعت لنا مندوب اللي هو الكابتن أمير توفيق، بعته من يوم الخميس. كابتن أمير توفيق وصل الخميس، قعد معنا خميس وجمعة وسبت. يوم السبت الساعة 10 في نادي وفاق سطيف وقعنا العقود، والكابتن محمود الخطيب كان بيتابع معانا بالكاميرا، وبعتنا له العقود الإلكترونية، مضاها ورجعها لنا تاني. وقال إن الساعة 4:30 كنا في مكان إقامة المنتخب الجزائري المحلي اللي موجود فيه كابتن أو النجم أحمد قندوسي، ووقع العقود مع أمير توفيق للنادي الأهلي وخلصت خلاص. قال الساعة 4 جال بتوقيت الجزائر، كل ده خلي بالك بتوقيت الجزائر. قال الساعة 4 جال بتوقيت الجزائر كلمنا رئيس نادي الزمالك ورفع العقد أكتر من عقد النادي الأهلي وأكتر من القيمة المالية اللي قدمها النادي الأهلي، ولكن قلنا له احنا خلاص خلصنا مع النادي الأهلي وادينا كلمة للنادي الأهلي، وقعنا العقود وخلاص، كل سنة وانت طيب. قال ان الفرق كبير جدا بين النادي الاهلي واي نادي تاني. النادي الاهلي اتعامل معانا بطريقه محترفه، بعت لنا مندوب منه، مفيش كلمات، مش بعت لنا سمسار. بالنسبه لرغبه اللاعب، الكابتن او الاستاذ ابراهيم العرباوي مدير عام نادي وفاق سطيف قال ان اللاعب من سنتين بيقول اتمنى اني العب في النادي الاهلي في مصر، فهو بمثابه ريال مدريد افريقيا. وقال ان لما كان فيه مفاوضات الاول من الزمالك عن طريق السمسار اللي كان بيكلم اللاعب وكلم مدير عام النادي،
هو اللاعب ما كانش مرحب قوي. اول ما النادي الاهلي دخل في، عرف ان النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع النادي لضمه، رفض رفض قاطع لمفاوضات الزمالك. عشان محدش يقول لك ان اللاعب كان ماضي رغبة واللاعب كانت رغبته يلعب في نادي الزمالك، ده كله كلام هقص. سيد ابراهيم العرباوي، شكرا ليك على كل اللي انت وضحته واللي قلته، وعرفت الناس ان الفرق بين الاهلي واي نادي تاني فرق سنين ضوئية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعاش الاهلي وعاشت جماهيره، وكل التوفيق للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب، ويحقق مركز أعلى من المركز الثالث اللي حققه قبل كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.